السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم كيكة البرتقال البسيطة اللي موجودة، مكوناتها في كل بيت، غير مكلفة. هنتكلم عن كل حاجة فيها بحيث انها تطلع معانا ناجحة. ودعم بقى اللي يقول الكيكة مكتومة، الكيكة مش ناجحة معايا. اتمنى يا حبايبي تشاهدوا معايا الفيديو للنهاية. اول حاجة معانا يا جماعة 3 بيضات. هنتكلم عن المكونات بتاعتنا. هنحط على ال3 بيضات كده قيمة نقطتين 3 من الفانيليا السايلة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنجيب الخلاط بتاعنا، ننزل بالبيض مع الفانيليا ونبدأ ان احنا نخفق فيه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نبدأ نضرب فيه شوية كده في الخلاط يا جماعة. طبعا بنضرب شوية ونوقف الخلاط شوية. بعد كده بنحط معلقة خل تعتبر كمحسن كيك معانا، وبتنهي على بقية الزفارة. طبعا الفانيليا السايلة ما بتخليش أي نسبة زفارة لأنها هي مركزة يا جماعة، غير الأكياس بيبقى فيها سكر. فأفضل حاجة الفانيليا السايلة. معانا كوباية، يبقى هنجيب كيس فروتي يا جماعة ونحطه في كوباية كده وندوبه مع كوباية مية ونحليه بالسكر. نحط قيمة معلقتين 3 سكر ونحليه. نبدأ نحط عصير الفروتي معانا كده، فروتي برتقاني يا حبايب قلبي. اللي مش حابب الفروتي البرتقال يحط فروتي تانج، بيبقى مركز وبيبقى حلو، بيدي طعم البرتقال. معانا مج الا ربع زيت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هي خطوات يا جماعة بنتبعها تطلع معانا الكيكة أحلى كيكة. لا تبقى مكتومة. هنتكلم عن كل حاجة فيها. ما شاء الله تبارك الرحمن كانت ناجحة يا جماعة، وانتوا هتشوفوا النتيجة في النهاية. بنفتح شوية كده ونقفل عشان الخلاط بتاعنا. دي معلقة من قشر البرتقان، قشر برتقان يا حبايب قلبي بشرناها. نراعي ان احنا ناخد الجزء اللي هو الاصفر، ما ناخدش من المادة البيضاء اللي هي البكتين تحت الجزء الاصفر علشان ما تمررش معانا. بنبدأ برضو ان احنا كل ما نحط حاجة كده يا جماعة نضرب شوية. ما شاء الله. مج سكر طبعا يا جماعة، المج ده موحد معانا في كل حاجة، في السكر وفي الزيت وفي عصير الفروتي، في كل حاجة حتى في الدقيق. نتبع مج واحد بحيث ان المكونات بتاعتنا تبقى مظبوطة 100% وتديك نتيجة ناجحة جدا لوصفتك اللي انت بتعمليها. مستمرين في ضرب الخلاط اهو يا جماعة. ما شاء الله. خلصنا كده يا جماعة المكونات السائلة اللي هي في الخلاط. جينا دلوقتي هنشوف هنعمل ايه. معانا 2 مج ونص دقيق. المج ده يا جماعة نفس المج اللي انا استعملته، 2 مج ونص. النص مج يا حبايب قلبي هنشيل منه معلقتين 2 من المعلقة العادية. طبعا يا جماعة واحنا بنعبي الدقيق ما بنكبسش المج، بنعبي الدقيق بالمعلقة كالمعتاد كده، وعشان تبقى مظبوطة معانا. شيلنا معلقتين 2 من الدقيق من النص مج يا جماعة، هنحط بدلهم معلقتين 2 من النشا. منوريني ومشرفيني يا حبايبي. نبدأ بقى ان احنا ننخل الدقيق بتاعنا. الدقيق بتاعي ده يا جماعة نراعي ان احنا ننخله مرة واتنين وتلاتة. كل ما تنخليه كل ما يديكي ياخد هوا كده وانت بتنخليه، ويديكي نتيجة جميلة جدا للكيكة بتاعتك في النهاية. يعني انا نخلاه يا جماعة مرتين 2، ودي تالت مرة بنخله قدامكم وقدام الكاميرا كده. النص مج اهو يا حبايبي، اللي شلنا منه معلقتين وحطينا معلقتين نشا، بدلناهم بمعلقتين نشا. نخلنا الدقيق بتاعنا كله. معانا كيس كيك شيف.
طبعا هنحط كله، هننخله برضو معانا. ذرة الملح يا حبايب قلبي حاجة كده بين صوابعك مش كتير، زي ما حضراتكم شايفين. هننخله برضو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نبدأ ان احنا نقلب الدقيق بالبيكنج باودر بذرة الملح اللي احنا حطيناها. شغلت الخلاط كده لحظة عشان اقلب يعني المكونات بسرعة كده. جبنا المكونات السائلة اللي في الخلاط، نزلنا على المكونات الجافة اللي هي الدقيق، كوبايتين ونص دقيق، و اللهم صل على النبي باكو كيك شيف وذرة ملح. نبدأ ان احنا نقلب بقى لحد ما الدقيق يختفي معانا، ما يكونش للدقيق اي اثر من فوق لتحت كده يا جماعة. نقلب شوية حلوين كده بحيث ان خطوتنا كده تبقى مظبوطة. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فاصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. شوفوا يا جماعة، واحنا بنقلب بسم الله ما شاء الله الكيك شيف جميل معانا، عمل فوران كده في الكيكة بتاعتنا واحنا بنقلبها. شلنا المضرب واشتغلنا بالسباتولا، قلبنا من فوق لتحت. كان عدى وقت يا جماعة. نبدأ ان احنا نجيب الصينية بتاعتنا مقاس 26 في الصواني. الكمية اللي معانا دي يا جماعة عايزة صينية مقاس 26. جبناها كده دهناها بالسمن ونغلفها بالدقيق اهو كده يا حبايبي. نغلفها كده ونغلف الجوانب بتاعتها. يا كريم يا حليم يا عظيم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا برحمتك الواسعة يا الله. بعد ما غلفنا الصينية كده يا حبايبي، نبدأ ننزل بالمخلوط بتاعنا الجميل ده اللي هو مظبوط 100%. ننزل بقية اللي فيه كده بالسباتولا. نخبط الصينية بتاعتنا كده خبطتين يا جماعة عشان الفراغات اللي بتبقى موجودة في المخلوط كده. خبطتين تلاتة كده نخرج الهواء اللي موجود فيها. ويا جماعة هنبدأ بقى ان احنا نتكلم عن مرحلة الخبيز. احنا بنقيد الفرن بتاعنا مش اكتر من 5 دقايق، وبعدين ندخل بالصينية بتاعتنا في الفرن كده بعد ما استوت يا حبايب قلبي. طبعا نراعي ان احنا ما نفتحش الفرن قبل نص ساعة. بصوا يا جماعة، بعد ما بنخرجها من الفرن نحط عصاية الشيش طاووق كده طالعة ناشفة ونضيفة معانا مش معجنة. كيكة كده يا جماعة بتتكلم حاجة كده زي ما بيقولوا فاخر من الآخر ما شاء الله. دي بقى تنفع للعشاء مع كوباية حليب مع كوباية شاي في وجبة الفطار لأولادنا هم بيذاكروا اليومين دول. ولادي طبعا كانوا طلبوها. بسم الله ما شاء الله، ما فيش أجمل من كده. أتمنى يا حبايب قلبي إنها تعجبكم، واللي وصل معايا لحد هنا منساش يحط لايك. حطوا لايك يا جماعة. شكرا ليكم لمتابعتكم ليا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. كده قطعتها يا جماعة. شوفوا يا جماعة الجمال ما شاء الله، حاجة كده فيها طراوة اسفنجية خفيفة ناجحة 1000000% يا جماعة. شفتوا عالية قد ايه ما شاء الله تبارك الرحمن. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.